تحدي ريسك وتحدي سبيد. ازيكم يا طاقم يا فني، وحشتوني، عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم يا جماعه. جايلك بتحديين انتوا بتحبوهم جدا جدا، تحدي ريسك وتحدي سبيد. هلعبك تحدي ريسك وسبيد، شوف انت هتعرف تكسب يا باشا ولا مش هتعرف. بس اللي انا اعرفه ان الطاقم الفني بتاعي الناس اللي انا عارفها لعيبه جدا جدا جدا. خلينا نخش على طول في اول تشكيله ريسك ونقول تاخد معايا طبعا كشكولي هنا في كل التشكيلات اللي انا مظبطها لك ومجهزها لك. اول حاجه بتقول لوريس، تاخد لوريس حارس المرمى. هديك 3 ثواني زي ما انت عارف، وبعدها هقول لك البديل. انت مش عارف البديل طبعا، واختار يا تاخد لوريس يا ما تاخدش لوريس. بس هو البديل ممكن يبقى احسن او اوحش، فاهم الفكره؟ ان هي العاب بعقل، كلها العاب عقل، انت بتلعب على مخي انا بلعب على مخك، فاهم؟ تاخد لوريس. 1 2 3. بديله يا باشا كورتوا. فلو انت خدت لوريس فالاجابه مش موافقه، عشان كورتوا اكيد احسن منه. احسب بقى لنفسك طبعا واحنا ماشيين كده، انت جبت كام؟ احنا هنلعب بالظبط 3 تشكيلات ريسك، وعندي 3 اسئله سبيد حلوين جدا وسرعه جدا، شوف هتعرف تجيبهم ولا لا. طبعا هم 5 لعيبه في ريسك، فانت احسب اجمالي. هل انت مثلا في ال5 لعيبه دول جبت 3 صح؟ لو جبت 3 صح او اكتر من النص يعني، يبقى انت كده نجحت في التشكيله الاولانيه، فاهم؟ فلو أنت مثلًا خدت 3 لعيبة صح من أصل 5 يبقى أنت كده تمام، لو لأ ما تحسبش نفْسك النقطة، يبقى أنت كده التشكيلة الأولانية غلط، لو خدت ال3 صح فيما فوق يبقى أنت التشكيلة الأولانية صح، تمام، تمام. المدافع تاخد فان دايك. 1 2 3. بديله ماجواير. أكيد طبعًا فان دايك أحسن من ماجواير، مع إن ماجواير دلوقتي فايق، بس أكيد برضه إيه فان دايك أحسن منه يعني. نُص الملعب تاخد لامبارد. 1 2 3. بديله انيستا. اكيد انيستا بالنسبه لي انا يعني بشوف ان هو احسن، فالمفروض النقطه تتحسب لانيستا. لو انت خدت لامبرد فهارد لك، لو خدت انيستا فتمام انت كده صح. المهاجم الاولاني تاخد دروجبا. 1 2 3. بديله ميسي. اكيد ميسي احسن طبعا، مفيش كلام دي يعني. المهاجم التاني واخر لعيب في التشكيله الاولانيه تاخد رونالدو الظاهره. 1 2 3. بديله الظاهره الحيه بيبي شارك فيران توريس. طبعًا يعني لو مالك أخويا أحسن من فيران توريس، أنت عارف طبعًا الكلام ده. ماشي، كده بقى أنت قُل لي في التشكيلة الأولانية أنت باس والّا فيل؟ يعني أنت قُل لي أنت كده جِبت كام واحد صح، يعني احسب لنفسك أنت بقى لو جِبت 3 زي ما قُلت لك أو أكتر، يبقى أنت كده إيه، التشكيلة الأولانية محسوبة ليك. لو أقل يبقى أنت جِبت مثلًا 2 لعيبة بس، يبقى أنت كده 0 لسه لحد دلوقتي. نخش على التشكيلة التانية، تاخد نوير. 1 2 3. بديله ياشين، أوليف ياشين. طبعًا نوير أحسن، فلو أنت خدت نوير فهي إجابة موفقة، لإن نوير أحسن من ياشين برضه، مع إن ياشين كان جامد، بس نوير أحسن حارس يعتبر بالنسبة لي في تاريخ الكورة عمومًا. المدافع تاخد بواتينج. فاكر بواتينج اللي هو ميسي كسر ضهره ده، فاكره؟ تاخده. 1 2 3. بديله جيريمي ماتيو. أي حد أحسن من ماتيو. فاكر ماتيو؟ أنا برشلوني باقول لك، فلو أنت خدت بواتينج فإجابة موفقة. نُص الملعب تاخد بدري أرتيستو. 1 2 3. بديله تشواميني. أسمع حد بقى بيقول لي تشواميني أحسن من بدري. المهاجم الأولاني تاخد هالاند الدبابة الفحل البلدوزر. 1. على فكرة أنا ممكن أكون بابيع لك وباقول لك كده وخلاص، يعني مثلًا الدبابة الفحل البلدوزر مثلًا يعني عشان خاطر تاخده مثلًا، فاهم؟ فما تركزش معايا أوي، ها. 1 2 3. بديله مروان محسن، فأكيد هالاند يعني برجل واحدة أحسن. المهاجم التاني تاخد لويس سواريز التاسع. 1 2 3. بديله بريس ويت. أكيد سواريز طبعًا أحسن. ف بريس ويت ده بقى ده اللي لعب مكان سواريز، سواريز مشي عشان خاطر ده يلعب مكانه، متخيل؟ حاجة تضحك والله العظيم. أنت احسب بقى كده أنت إيه التشكيلة التانية برضه، معانا والّا مش معانا؟ آخر تشكيلة ريسك وبعد كده نخش على سبيد على طول. في حراسة المرمى تاخد مارك أندري تير شتيجن. عليكم السلام. 1 2 3. بديله الشناوي. حقيقة أنا احترت كتير أحط مين عشان أضحك عليك يعني أوحش من تير شتيجن، ما لقيتش أكتر من الشناوي. بالنسبة لي الشناوي أوحش من شتيجن all time. شتيجن على الأقل كان في أوقات كان بيبقى حارس خرافي. بالنسبة لي الشناوي عمره ما كان حارس خرافي، اللي هو بيطير يعني بيبقى عنده أجنحة وبيطلع نار من بُقّه يعني. فتير شتيجن النقطة اللي خد تير شتيجن هياخد النقطة، ما خدش اللي خد شناوي يعني مش هياخد النقطة.
نخش على المدافع. التشكيلة دي برشلونية شوية، يعني فيها لعيبة كتير أوي برشلونة، يعتبر هي كلها برشلونة أصلًا. المدافع تاخد أراوخو، أراوخو بتاعنا إحنا تمام، 1، 2، 3 بديله فيل جونز. فلو خدت أراوخو يبقى إجابة موفقة، إن يعني أراوخو معفن أنا فاهم، بس يعني فيل جونز أعفن وأقذر فاهم. نص الملعب تاخد داني مولتو اولمو، 1، 2، 3 البديل فيرمين لوبيز. فيرمين لوبيز احسن من داني مولتو حاليا، بقاله كتير يعني احسن منه يعني حبة كتير. المهاجم الاولاني تاخد رونالدينيو الساحر، 1، 2 ركز على فكرة، ممكن اكون اجيب لك حد تاني احسن، ها مش شرط. 1، 2، 3 بديله نيمار. رونالدينيو احسن عادي، بهزر معاك كنت عايز اخدك بس. رونالدينيو احسن، ولو انت خدت رونالدينيو فانت خدت النقطة. ونخش على اخر مهاجم واخر لعيب في التشكيلة، وهو تاخد ميسي. مستنيين اعد ولا ايه؟ ما فيش يا باشا حد احسن منه، خلاص شكرا. هتاخد يعني انت كده هتاخد ميسي تبقى انت الكسبان، خلاص شكرا، دي نقطة بونص ليك. فشوف كده انت بقى ايه جبت كام في التشكيلة دي، ولو جبت اكتر من 3 يبقى انت يا باشا ايه محسوبة لك. ونخش بقى على التحدي السبيد، تحدي السرعة. عندي 3 أسئلة ليك نار، شوف بقى هتعرف تجيب منهم كام سؤال. أول سؤال بيقول عايزك تقول لي 10 فرق بتلبس أحمر في 30 ثانية، وأعد معاك يلا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. طيب جبت 10 فرق بيلبسوا أحمر والّا لأ؟ لو جبت يا باشا فمبروك عليك السؤال الأولاني، والأسئلة بتصعب خلّي بالك ها. السؤال التاني بيقول عايزك تجيب لي 12 لعيب بيبدأ بحرف الA، حرف الA تمام؟ بالإنجليزي، لو عايزها بالعربي يبقى بحرف الألف، تمام؟ تمام. يالّا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. طيب قُل لي أنت جِبت ال12 لعيب والّا لأ؟ وعلى فكرة أنا باعِد بالطريقة دي اللي هو من 1 ل10 وباعيد من الأول، عشان دي بتحسّسك إن لسه في وقت، يعني مش باقعد أقول لك بقى 21، 22 لأ، فباحسّسك إن في وقت، باعِد ممكن أسرع سِنّة من الطبيعي، بس إيه، بادّيك برضه إيه، براح شوية يعني. و12 لعيب أصلًا سهلين بالEnglish يعني فاهم، صباح الفل يعني. فقُل لي بقى أنت كده جِبت 12 لعيب بحرف الA والّا لأ، أو حرف الألف يعني والّا لأ، ونخش على آخر سؤال وهو أصعب سؤال في speed وآخر سؤال في الحلقة. عايزك تقول لي 20 نادي في العموم في التاريخ لعبوا، سواء كان صعدوا أو حتى نزلوا، يعني ممكن يكون حتى هات لي ناس من الدرجة التانية عادي، بس تكون صعدت في يوم من الأيام ونزلت تاني. 20 نادي في العموم لعب في الدوري الإنجليزي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. time. قُل لي بقى جِبت ال20 لعيب أو 20 نادي sorry من الدوري الإنجليزي والّا لأ في 30 ثانية، وقُل لي بقى كده إيه أنت جِبت كام من risk out of 3 يعني كام تشكيلة من ال3 وجِبت كام من ال3 بتوع speed، وقُل لي يا باشا أنت كده كام يعني مستواك في الكورة عامل إيه، بس ودول كانوا تحدي risk وتحدي speed. أتمنى تكون اتبسطت معايا أنت والطاقم الفني اللي بيتفرجوا عليَّ، واستنوا تحديات كتير. هنمشي في رمضان بقى إن شاء الله، هاحاول يعني حلقة فيها تحديات، وحلقة تانية فيها زي بنتكلم عن قصة لعيب مثلًا، وهل هو مثلًا هينجح في المستقبل والّا هل الدنيا هتيجي عليه ومش هيكمّل، فهنشوف يعني مع بعض كده. فلو اتبسطت
تنساش اللايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك الحلقة على طول أول ما تنزل. حبك يا طاقم فني. باي باي.